حاليا احنا في موسم الفراولة، والمفترض اللي حابب يخزن من السنة للسنة يخزن دلوقتي. مش قصة تخزين الرمضان، لا، الفراولة بتتخزن من السنة للسنة. الفراولة بتجيبيها بتغسليها الاول زي ما هي بالعنقود الاخضر اللي فيها. بعد ما بنغسلها بنشيل العنقود الاخضر، بنغسلها تاني، لان الفراولة مليانة كمية رملة بطريقة رهيبة. لما بتغسليها بتبقى بالمنظر ده، شلنا العنقود بتاعها وكل حاجة. تعملوا الطريقه دي هتقعد معاكم من السنه للسنه. مش العك اللي هو يتقطعوا شويه معرفش صغيرين ويرشوا عليهم سكر، حطوا برطمان، حطوا اقلب في كيس، لا لا لا، الطرق دي مش حلوه اطلاقا. الطريقه الصح هي دي. طبعا وانت بتقطعي الورده الخضراء اللي من فوق دي هيقع منك مثلا حته حاجه، وانت بتشيلي الكيس طبعا هتشيليها، لانه شايفين قدامكم في واحده اهي هتشيلها دلوقتي. هتجيبي اكياس تلاجة عاديه نظيفه وهتخزني فيها، شوفي الكميه اللي انت حباها قد ايه، ولما تحتاجيها هتطلعيها من الفريزر تفك شوية، وبعد كده هتعملي عصير بس، خلاص بسيطة. العصير فيه كتير قوي. ممكن تعملي عصير فراولة باللبن، ممكن تعملي زبادي مع الفراولة، ممكن تعملي فراولة مع موز، ممكن تعملي فراولة مع بنجر، ممكن تعملي فراولة مع بنجر مع تفاح، ممكن تعملي فراولة مع بتاع ده مع موز، مع برتقال. الانواع العصير كتير جدا على فكره، ميكس، ركبي فواكه زي ما انت عايزه، بتطلع كوكتيل عصير في الاخر، حاجه اخر جمال. هنا ما الا احنا بنشيلها في الاكياس وبس، خلاص خلصنا. واربطي الكيس بتاعك، عندك مكنه اللحام الحميه، ما عندكيش اربطيه زي ما احنا بنربطه كده خلاص، وبتشيلي في الفريزر. اسهل ما يكون يا جماعه تخزين الفراوله، والله اللي الناس بتعمل قصص وحوارات وحكايات عشان تخزن شويه فراوله، ليه؟ ما علينا. المهم كده خلاص، دي الطريقة بتاعة تخزين الفراولة. على فكرة الفراولة بتخفض الوزن، آه بت آه بتخلص الجسم من الدهون الزائدة، حلوة جدا للمفاصل، حلوة للعظام. ده اللي انا عارفاه عن الفراولة بصراحة. فيها مغنيسيوم اعتقد، فيها بوتاسيوم، فيها كالسيوم، فيها مجموعة فيتامينز حلوة، بس ما نكترش منها علشان ما تزودش الاملاح عندنا. لكن هي كفاكهة، لا، هي كفاكهة حلوة قوي قوي بصراحة. طبعا موسم الفراولة مش ينفع ما نعملش كوكتيل، لازم نعمل كوكتيل فخفخينة اللي هو موجود في المحلات بره بتاعت عصير القصب. هاتي اي فاكهة عندك، انا هضيف موز وتفاح وفراولة بس. لو انت حابة تضيفي جوافة، حابة تضيفي كيوي، ما عنديش كيوي فمش هضيف. لو في كيوي كنت ضفت كيوي، بيخليها حلوة قوي، بس ما فيش. هتجيبي بقى بعدين العصير عملناه ازاي؟ عملت عصير مانجا مع ميه مع سكر عادي جدا، فراولة مع ميه مع سكر. وايه تاني؟ الجوافه، لا، الجوافه بتعمليها بالزبادي. تشوفي مثلا لو هتعملي قد مثلا ربع كيلو جوافه، حط عليهم نص كوبايه زبادي ونص عصير ليمون. الليمون هنا بيحافظ لك على اللون بتاع الجوافة، يخليها بيضة زي ما هي. لكن لو ما حطيتيش ليمون لا، هتغمق ومش هتبقى حلوة. فالليمون مع الزبادي في الجوافة ملهوش حل، يعني ما تعملوهاش بالمية، لا. ما عندكيش زبادي ممكن تضيفي لو عندك حليب فريش تمام، ما فيش حليب فريش ممكن تضيفي معلقة حليب بودر، كله شغال. بس اهم حاجة الليمون ما ينفعش تتساب. كده بعد ما ضفنا احنا هنا العصير بعد الفاكهة بنضيفه 3 طبقات، بس انا للاسف انا زودت المانجا وزودت الجوافة، فما فيش مساحة للفراولة كافية. فانتوا طبقات العصير دي براحتكم، قللوا بس شوية، ما تعملوش زي ما انا عاملة كده. قللوا العصير شوية علشان تدي مساحة للعصير بتاع الفراولة، بحيث يبقى 3 طبقات، لان هو بره بيبقى 3 طبقات. طعمه رائع. طبعا عايزه تزيني بروزيتات كريم شانتيه، زيني، انا مش هعمل بصراحه، لكن اللي حابب يعمل از يو لايك. مش عايزين نكلف الحاجه، احنا لما بنعمل الحاجه بنعمل الحاجه بسيطه وحلوه وتناسب البيوت. يعني الفاكهه الموجوده عندك خلاص اشتغلي بيها واعمليها كوكتيل، لكن مش هتروحي تشتري، لا، اللي موجود في البيت اعمليه، اصلا الحاجه كلها غاليه دلوقتي. وكده احنا خلصنا الفخفخينة او الكوكتيل بتاعنا الجميل، يفتح نفس الحزين. اي حد حزين، اي حد زعلان، اديله كاس كوكتيل هيتبسط ويزقطط. وبس كده، مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه، وبس كده. هي الحقيقه ما فيهاش حاجه تفرح الحقيقه، يعني علشان نبقى صراحه مع بعض. انا بتكلم معاكم عادي يعني بكل تلقائيه. اعملوه هيعجبكم جدا. اللي حابب يضيف كريمه زي ما قلت يضيف كريمه، ولو حابين اي حاجه اجربها لكم عيون ليكم اكتبوا لي في التعليقات وانا اجرب واخسر، ما عنديش مشكله، انا كده كده بحب اجرب. وبس كده، واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب.